كما كان متوقعا، كلاسيكو جديد بين الغريمين الأزليين برشلونة وريال مدريد، وهذه المرة ضمن منافسات الكوبا ديل ري، ليتنافس قطبي الكرة الإسبانية في جميع المسابقات المتاحة هذا الموسم ما عدا دوري أبطال أوروبا، بمجموع 5 لقاءات كلاسيكو في موسم واحد. نهائي السوبر الإسباني الذي توج به برشلونة على حساب غريمه، ثم ذهاب وإياب منافسات الدوري الإسباني وكأس الملك. النادي الملكي ريال مدريد سيحظى بفرصة للانتقام من برشلونة عندما يلتقي الفريقان الإسبانيان في نصف نهائيات كأس ملك إسبانيا. وأسفرت القرعة التي أجريت عن لقاء بين أتلتيكو بلباو وأوساسونا في نصف النهائي الآخر. ريال مدريد خسر نهائي كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة ب3 أهداف مقابل هدف واحد بالسعودية، وهي نفس النتيجة التي تغلب بها الملكي على النادي الكتالوني في أول كلاسيكو بينهما في موسم الدوري الإسباني. برشلونة بدوره تغلب أيضا على ريال مدريد في آخر مرة التقيا فيها في كأس الملك، هزمه في نصف النهائي في 2019 ب3 أهداف مقابل لا شيء في مباراة العودة بملعب سانتياغو برنابيو. وسيستضيف النادي الملكي غريمه الكتالوني بمباراة الذهاب التي ستقام في الأول أو الثاني من شهر مارس، وكان من المقرر إقامة مباراة ذهاب في نصف نهائي الأسبوع المقبل، لكنها ستتأجل لنحو شهر من الآن بسبب مشاركة النادي الملكي في كأس العالم للأندية بالمغرب. برشلونة هو النادي الأكثر حصولا على بطولة الكأس ب31 بطولة، بينما يمتلك ريال مدريد 19 بطولة فقط، لكنه لم يحصل على أي لقب منذ 2014 في كأس ملك إسبانيا. ريال مدريد ينتظره برنامج مكدس نهاية الشهر الجاري وبداية مارس، حيث يواجه ليفربول في 21 من فبراير برسم ذهاب دوري أبطال أوروبا بملعب أنفيلد، ثم يلاقي أتلتيكو مدريد في الليغا الإسبانية على ملعب سانتياغو برنابيو في 26 من نفس الشهر، وعلى ملعبه أيضا سيستضيف برشلونة بداية مارس في ذهاب كأس الملك، ثم لقاء العودة أمام ليفربول وبرشلونة. وقبل كل هذا يخوض الملكي غمار مونديال الأندية بالمغرب قبل دخوله المنعرج الخطير والمهم هذا الموسم في جميع المسابقات القارية والمحلية. حكيم الزايري عن قناتكم كورة وبس. اندفع السيل فمن يوقفه، لا جديد يذكر ولا قديم يعاد ولا صوت يعلو فوق صوت مدريد. عندما يستحضر الميرينغي شخصية البطل فلا مجال لمجاراته ومقارعته. كلاسيكو إسبانيا اكتنفه بياض الملوك في أمسية استعراضية بامتياز، اكتفى فيها ريال مدريد بثلاثية في شباك غريمه الأزلي، مقتنصا المكان الذي يليق به دائما وأبدا. الزعامة والريادة حيث لا مجال للضعف والهوان. كلاسيكو إسبانيا انتهى بانتصار وتفوق مدريدي نتيجة وأداء. ثلاثية بنزيما وفيدريكو فالفيردي ورودريغو أصابت برشلونة في مقتل ورشت الملح على جرح تشافي الذي لم يندمل بعد. انتصار كتيبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي رفع به الميرينغي رصيده إلى النقطة 25 في صدارة الليغا، في إشارة قوية إلى الرغبة العارمة في الحفاظ على اللقب الذي يتربع على عرشه ريال مدريد. معركة خط الوسط كانت العلامة الفارقة في كلاسيكو الأرض، ذكاء توني كروس وهدوء الأمير الكرواتي لوكا مودريتش، ثم قوة تشواميني. ريال مدريد بواقعية الكبار عرف كيف يستغل نقاط ضعف ضيفه، فأحسن إكرام القادمين من كاتالونيا بمجهود عرف أنشيلوتي كيف يوظفه على المستطيل الأخضر بتنظيم محكم يعكس التفوق الكبير على المستوى التكتيكي بين خبرة الإيطالي ورغبة تشافي هرنانديز التي ما فتئت تصطدم بعوائق كبيرة مع توالي المباريات وارتفاع مستوى التحديات وجودة المنافسين. برشلونة الذي غاب كليا طوال دقائق المباراة باستثناء صحوة لم تدم طويلا في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء أمضى فيها فيران توريس الهدف الوحيد لبرشلونة. النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي دخل
دخل ملعب سانتياغو برنابيو دون ذخيرة خانته الفاعلية حينا وعزلته ثنائية ألابا وميليتاو حينا آخر، ليظهر جليا بأن أزمة برشلونة أعمق بكثير من الرافعات الاقتصادية وما قد يليها من تبعات مشينة. بهذه الخسارة تجمد رصيد برشلونة عند النقطة 22 في المركز الثاني، خيبة أوروبية وخسارة أولى في الدوري الإسباني. ولأن الخسارة جاءت على يد الغريم التقليدي فلا شك أن وقعها سيكون أكثر تأثيرا داخل كواليس البيت الكتالوني. الحديث عن منافسة الدوري الإسباني وما تحمله الجولات القادمة قد يكون سابقا للأوان. لا يزال الموسم طويلا وشاقا، ولكن ما يدعو للقلق فشل تشافي في مقارعة الكبار والظهور الباهت في المعارك التي يكون فيها الفوز ضرورة ملحة لا بديل عنها. ريال مدريد جسد العاصفة الهادئة ووضع أسس الانضباط الكروي، خلق التوازن والثبات وسير اللقاء بالطريقة التي يريدها في ملعبه، صدارة عن جدارة ورسالة على البريد السريع تدق ناقوس الخطر داخل أروقة الكامب نو. الميرينجي ضمن التأهل أوروبيا واعتلى الصدارة محليا، وبرشلونة دخل دوامة الشكوك على كلتا الواجهتين. الأكيد بحق أن برشلونة حتما سيعود، ولكن متى؟ حكيم الزاهري عن قناتكم كورة وبس. قالوا أنه في أسوأ حالاته وتجاوزه بات أمرا سهلا ومباح، شككوا في جبروته وسطوه وظنوا أنه انتهى بل زال وراح. اهتزت كواليسه فأكد على الميدان أنه أكبر من أزمات تعترض طريق النجاح. كبير القوم وفي ليلة الكوبا ديل ري أكد أن للعاصمة الإسبانية زعيم واحد اسمه ريال مدريد. ريمونتادا جديدة للميرينجي قلب فيها الطاولة على جاره أتلتيكو مدريد، تأخر بهدف أمام الروخ بلانكوس واستطاع قلب الطاولة بانتفاضة بيضاء لينهي اللقاء بفوز مثير ب3 أهداف مقابل هدف يتيم. الفم حاجة رودريغو غوس وكعادته عندما يشارك بديلا تمكن من إحياء المباراة من جديد مسجلا هدف التعادل قبل أن يجهز الحكومة كريم بنزيما على الضيوف بثاني أهداف الملكية. ثم جاء الدور على رقصة الختام من فينيسيوس جونيور الذي أصاب دييغو سيميوني ومن حوله في مقتل. عبقوا ليلة 10 ونسيمات عليلة من ليالي الأبطال فعل فيها ريال مدريد خاصية الإسقاط على بطولة كأس الملك. سانتياغو برنابيو كان وفيا كعادته في المحافل الكبرى. أتلتيكو مدريد بعناد لاعبيه وشراسة أسلوبه تحول في لمح البصر إلى حمل وديع. إحصائيات القناة تقول أن 50% فقط من المتابعين هم مشتركون بالقناة، وهذا أمر محبط نوعا ما. اشتراكك بالقناة لن يستغل أكثر من ثانية واحدة، لكنه سيزيد من إصرارنا وعزيمتنا لتقديم الأفضل والأروع في المرات القادمة بحول الله.